السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. معلش أنا واقف في الضلة، الشمس حامية شوية عليا، فقلنا نتكلم بس كده في موضوع مهم جدا. موضوع بيت العيلة والسلايف، مش الحما زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت ولا الزوج، لا السلايف. أنت دلوقتي دخلت بيت عيلة، هتعملي إيه مع سلفتك؟ هتقابليها إزاي وهتقابلك إزاي؟ كل واحدة حاطة في بالها إيه اللي هيتم. أنا هقول لكم. انت دلوقتي داخله بيت عيله وعامله حسابك ان خدمه حماتك. طيب اللي في البيت دول بيخدموا؟ اه. طب الدنيا هتمشي ازاي؟ هقول لك تمشي ازاي. اول ما خشي على سلفتك، مالكيش دعوه بحماتك. ازيك يا ام فلان؟ عامله ايه يا ام فلان؟ اخبارك ايه؟ انت جميله، انت حلوه، انت الحلاوه دي انت فيها ازاي؟ مش عارفه ايه. هو ايه اللي بيتم هنا في البيت؟ هتقول لك حاجه من الاتنين. هتقولك يا إما لو هي طيبة وكويسة وتمام، هتقولك الدنيا بتمشي كذا كذا، وبعد الكلمتين الحلوين اللي انت قلتهم لها هتاخد بقى ان هي تمام كده وحبيبتك ومش عارف ايه، وهتقولك على أسس البيت. هتقولك بنعمل كذا ونسوي كذا وهنعمل مع بعض بقى، انتوا خلاص حبايب. وخديها تحت باطك طالما هي القديمة. خديها تحت باطك لأن القديمة عاملة زي بتوع اللي بيخش عليه جديد، شخص جديد بيتحكم فيه، هو بقى اللي ليه أولوية، وهو اللي عارف كل حاجة، وهو. فأنت خديها تحت باطك. خدي سلفتك القديمة تحت باطك. وانت حلوة وانت مش عارفة ايه، ما تيجي تاكلي معايا اجي اكل معاكي، تعالي نفطر سوا. وانتمي معاها، هتريحك لان هي عارفة الاسس، عارفة كل حاجة، عارفة الدنيا ماشية ازاي وعارفة الترتيبة ماشية ازاي. فهي هتريحك من موضوع الترتيب، من موضوع ايه اللي الدنيا بتحصل ازاي، ايه اللي بيخلي فيه زعل وايه اللي ما بيخليش. فهي كده هتريحك من كل حاجة. على الأقل هتديك القواعد اللي ماشيين بيها في البيت، ومين اللي ليه الأولوية ومين لأ، مين اللي صوته عالي ومين لأ، مين اللي بيحكم ومين لأ، مين اللي ليه فيه واللي ملوش فيه. هتعرفك كل حاجة. إنما بقى لو دخلت عليها دخلت أنت عروسة جديدة بقى ومفيش زي ولازم تتدلعي، لا، كل سنة وأنت طيبة. شيل يا معلم. شيل ايه؟ شيل كل حاجة. تنزل هي بقى، انا بقى لي سنين، انا بقى لي ايام، انا ما قلتش لا. هي جايه تدلع علينا، هي جايه تتمنع علينا، هي جايه تشيلنا الليله، هي جايه فاكره نفسها فين، هي مش عارفه ايه. الكلام ده كله لو انت موافقه انك تتجوزي ببيت عيله وموافقه على خدمه حماتك الجميله. طيب ايه بقى الحل في الوضع ده؟ الحل ان انت تكوني متفقة مع جوزك واهل جوزك ان مفيش خدمة، ان حب عليك وحب عليهم. تقعدي بصي، مش هينفعك غير انك انت تاخديها تحت باطك. مش هينفعك غير ان انت تاكليها بالكلام. مش هينفعك غير ان انت تصاحبيها. مش هينفعك غير ان انت تعملي صاحبتها بس بما يرضي الله. لغاية لما يظهر بقى ان هي فعلا وحشة او حلوة، هيكون انت عرفت كل الحاجات. هيكون انت خلاص بقى خدت الكورس والدنيا تمام. يكون انت خلاص بقى عرفت هتعملي ايه ودنيتك ماشية ازاي. فانا انصحك ان انت اي عروسة جديدة تخش بيت عيلة، اول واحدة تصاحبها سلفتها القديمة. سلفتها القديمة اللي هتخلص كل حاجة. سلفتها القديمة اللي هتعرفها مكان السوق. سلفتها القديمة اللي هتعرفها قواعد وأسس البيت. سلفتها القديمة هتعرفها مين اللي بيحكم ومين اللي ما بيحكمش. سلفتها القديمة هي اللي هتخلص كل حاجة. اوعي تخش عليها ان انت عروسة جديدة واحلى منها واحسن منها والكلام ده، لأ. مش هتسلكي، مش هتسلكي. وهتبقى هي عارفة مين اللي في ايديه الحل ومين في ايديه الربط، وهتكلمه وهتعمل عليه لحد ما تبقى انت ايامك ما يعلم بها الا ربنا. وفي الاخر يحصل اللي احنا بنشوفه. واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان مفيش واحدة يحصل معاها حاجة وحشة.
أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن كل عروسة تعيش أيام جميلة وحياة كويسة مع جوزها وأولادها في المستقبل إن شاء الله. يا جماعة، الكلام اللي أنا بقوله لكم دوت كلام مجرب ومعروف وشفناه وسمعناه. يا جماعة، خلي بالكم من نفسكم. كل واحدة عندها حما تتقي الله فيها وما تظلمهاش وتسمع كلامها عشان أيامها تبقى جميلة. يا جماعة، الابن في الأول وفي الآخر أعز الناس لقلبه هو أمه، وأعز الناس عليه هو أمه، وحب الوحيد في الدنيا هو أمه. فأنت يا تاكلي حماتك بالكلام يا تاكلي سلفتك بالكلام، والدنيا هتمشي تمام تمام. في نهاية الفيديو، لو أول مرة بتشوفونا، يعني أتمنى اشتراك جميل ولايك طيب منكم كده وتعليق كويس في حدود الفيديو أو في موضوع الفيديو. وأخيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.